ركبت مرة مع شخص في إحدى البلدان ليوصلني إلى المطار، إحدى البلاد العربية. فالشاب لما ركبت معه رأيت على يده صليبا، فسألته قلت له إيش اسمك؟ قال أنا عصام. قلت يا عصام إيش الضربة التي في يدك؟ أنا أعرف أنها صليب، لكن قلت يعني باب أن يكون مقدمة يعني هادئة. قلت ما هي الضربة التي في يدك؟ قال هذا ليس ضربة، هذا صليب. قلت صليب؟ قال نعم صليب. قلت لماذا؟ قال لأني مسيحي. قلت طيب تسمح لي أسألك 3-4 أسئلة؟ قال نعم. قلت السؤال الأول، أنت الآن تقول إن عيسى ابن الله. قال نعم. قلت يعني الله يحب يكون عنده أولاد؟ قال نعم. قلت ما دام أن الله يحب يكون عنده أولاد، فلماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ليش ما عنده ولدين ولا 3؟ ما دام الله يحب له أولاد يكون عنده ولدين ولا 3. بعدين ليش ما عنده ولد وبنت؟ ليش بس ولد؟ كنا في مصر. فقال والله ما أعرفش. قلت طيب خذ السؤال الثاني. قال نعم. قلت الآن أنت تقول إن عيسى صلب. قال صلب. قلت صلب لأجل ماذا؟ قال عشان يكفر الخطيئة. قلت خطيئة من؟ قال خطيئة آدم. قلت يعني اللي فعل الخطيئة عيسى ولا آدم؟ قال آدم. قلت إيش ذنب عيسى يصلب؟ يا أخي يصلب آدم، ما دام آدم هو اللي عمل الخطيئة والمسألة فيها صلب يصلب اللي عمل الخطيئة، إيش ذنب عيسى؟ قال والله صحيح لكن أنا مش عارف. قلت طيب خذ الثالثة. قال نعم. قلت الآن أنت تقول إن الله نزل عيسى لأجل يصلب حتى يكفر الخطيئة. قال نعم. قلت ألا يوجد أساليب أخرى لتكفير الخطيئة إلا أن الله يصلب ولده الوحيد؟ أجل لو آدم عمل خطيئتين مش خطيئة واحدة، من الثاني اللي بيصلب ما دام الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ألا يوجد طريقة أخرى لتكفير الخطايا إلا أن الله يصلب ولده؟ وكل واحد من البشر يفعل خطيئة الله بيصلب ولده، هذا لا يكون. قال والله يعني أنا قلت طيب خذ. قال خلاص ما تناقشنيش. قلت خذ السؤال الأخير. قال نعم. قلت أنت تقول إن عيسى ابن الله. قال قلت معناه أن عيسى إله يفعل ما يشاء. قال قلت وأن الله إله يفعل ما يشاء. قال طبعا في إله ثالث لسه ما تكلمنا عنه عندهم الآن بس 2. فقلت له طيب افرض أن الله أراد أن فلانا يموت اليوم الساعة 5 وعيسى مش عاوزه يموت اليوم الساعة 5، يريده يموت بكرة، من الذي يمشي كلامه؟ قال يمشي كلام ربنا. قلت ربنا اللي هو مين؟ ما أنت عندك 2، ربنا اللي هو الله ولا عيسى؟ قال يمشي كلام الأب. قلت إذن عيسى ليس إلها. قال ليش؟ قلت لأنه لو كان إله كان يمشي كلامه، معقول إله ما يقدر يمشي كلامه؟ قال لا يمشي كلام عيسى. قلت معناها الله ليس إلها، ما دام الله يريد شيء ويمشي كلام عيسى معناه الله ليس إلها. قال لا يمشي كلامهم كلهم. قلت لا يمكن يمشي كلامهم كلهم، كيف أن تجمع بين متناقضات؟ يموت ويحيى في نفس اللحظة، لا يمكن، يا يموت يا يحيى. قال أنت عارف بقى؟ قلت نعم. قال ما يمشيش كلام حد. قلت ما يصلح، كيف ما يمشيش كلام حد وهم إله؟